مساء الخير، السلام عليكم، عيد مبارك سعيد. مرحبا بكل المشاهدين الكرام الذين يشاهدوننا عبر هذا البث المباشر في صوت الجماهير في حلقته الثالثة اليوم من مدينة الدار البيضاء، بعد محطتين الأوليتين في كل من مدينة سلا ومدينة الرباط. صوت الجماهير الآن في الحلقة الثالثة وفي مدينة الدار البيضاء. إن شاء الله سنتحدث على بعض القضايا المهمة التي تخص نادي الوداد. طبعا قبل ذلك لا بأس من إشارة بسيطة وتعريف مرة أخرى بصوت الجماهير. صوت الجماهير هو برنامج فيسبوكي كما ترون، نستفيد منه من خاصية اللايف التي على الفيسبوك والتي تمنح فيه الكلمة أساسا للجماهير. بعض الناس يقدروا يعرفوني كحمزة حركاني، تنكتب تحليلات أو تنصور فيديوهات تحليلية. فحمزة حركاني فقط هو كمسير ومنشط للنقاشات مع الجماهير. غتكونوا معنا ضيوف اللي حاضرين معنا، وايضا تناخذوا مداخلات عبر الهاتف اللي تنستقبلوا النوامر ديالهم قبل اللايف. اليوم معنا ضيف كريم من مدينه الدار البيضاء، ايضا ودادي حتى النخاع. معنا السي سمير. سي سمير مرحبا بك. مازال غنعطيو الكلمه وباش انه يعرف على راسه اكثر وانه يشاركنا افكار عديده ان شاء الله. نشير انه بدايه غتقول لنا واش الكاليتي ديال الصوره مزيان، واش الصوت مسموع مزيان، قبل ما نبداو بشكل فعلي في النقاش ديالنا وفي عرض النقاط اللي عندنا. وايضا ما نساوش انكم تبارطاجيو هذا اللايف او ماكسيموم، تانفيتيو الدراري صحابكم كاع اللي تعرفون باش انهم يشاهدوا هذا اللايف هذا، من اجل اننا ناخذوا واحد لودونس كبيره، وايضا باش نتشاركوا افكار اكثر. كل شيء ناضي على بركه الله باش ما نعطلوش بزاف. اغلبيه اللايفات تيفوتوا ساعه، ولذلك غنحاولوا بعجاله ان نتناولوا. اليوم ان شاء الله عندنا، كنت يعني صراحه ندير في الحسبان انني نهضر على نقطه واحده او قضيه واحده تخص مباراه القطن الكاميروني اللي غتكون يوم السبت المقبل، ولكن نظرا لما حدث الان مؤخرا خاصه على مستوى تشكيله الوداد، خاصه فيما يخص يعني تجديد العقود اللاعبين، فهنا تجبرنا اننا غيكون الجزء الاول اللي غيكون بسيط شيئا ما نتحدثوا فيه على هذا الخصاص اللي ولا في تشكيله الوداد، وشكون المسؤول عليه اساسا. واش اللاعبين، واش اللي مسؤولين عليه هو المكتب المسير، واش المدرب، واش هذا الشيء غناخذوا فيه الاراء ديال الرأي ديال السي سمير اللي معنا، وايضا غناخذوا فيه حتى اراء المشاركين اللي معنا. ثم في النصف الثاني ان شاء الله غنتحدثوا على مباراه القطن الكاميروني اللي غيحاول يقدم سواء خويا سمير او كاع المتدخلين القراءه ديالهم، وايضا يعني الاختيارات اللي ممكن انها تساعد الوداد انه يربح هذه المقابله ويعود بنتيجه ايجابيه من نظر اللاعبين المتوفر لدينا. فاذكركم مره اخرى ما تنساوناش انكم تعاونونا بلي بارطاج بلي زانفيتاسيون بلي زامي ديالكم، ونعطيو الكلمه للسي سمير يعرفنا بنفسه وايضا يفتتح لنا شي مقدمه بسيطه حول الموضوع. السلام عليكم، تحية للمشاهدين. معكم سمير إقلالن، ودادي حتى النخاع كيف قال الأخ حمزة، وما نكونش الأكثر منه تشاوى ودادي تبارك الله. 22 سنة من مدينة الدار البيضاء. صراحة بالنسبة لمباراة الوداد البيضاوي اللي يواجه فيها القطن الكاميروني بالديار الكاميرونية، كتعتبر مواجهة مصيرية. هي مواجهة اللي من الضروري يحقق فيها الوداد 3 نقاط باش يلعب كل امل ديالو للمرور للدور الموالي. كل امل قائمه، بحيث الوداد عنده 6 نقاط، الاهلي عنده 7 نقاط اللي غيواجه متصدر زناكو اللي عنده 10 نقاط. قادرين على انهم يحققوا نتيجه ايجابيه، عندنا كل الثقه فيهم. بالنسبه للقطن الكاميروني هو فريق عريق. بالنسبه للمستوى في المجموعه فهو الان اللي خرج رسميا من السباق، شيء تجعل شيئا ما المباراه كانت تكون في المتناول، ولكن حاول تخص لي الذكر على هذا المشكل اللي طرا في خصائص التشكيله باش نفتتحوا به المحور الاول ديال الحلقه اليوم. بالنسبه للخصائص التشكيله، راجع الغيابات ديال كدارين بالنسبه لجوج انذارات، وراجع الاصابه ديال العطوشي، هذا من جهه راجع الاجانب الوداد اللي كل من ويليام جيبور اللي مكرها اخاك لا بطل. بالنسبه للوفاه الام ديالو مشى يلتحق بالديار الليبيريه، باقي ما رجعش. مشكل فابريس ومشكل فال هو مشكل عويص جدا.
مشكل اللي ممكن اللوم فيه المكتب المسير اكثر من اللوم فيه اللاعبين. المهم باش ما نحرقوش هذه مراحل. هذه مازال غنرجعوا لها اكثر. مرحبا. مازال غنعطيو الكلمه اكثر اخويا سمير باش نمشيو ديريكت. غناخذوا اول اتصال حتى عندي اتصال نوامر بزاف وصلوني، وحاولت انني هذه الحلقه هذه تكون ما امكن الاتصالات تكون مختاره. طلبت من شي ناس شي اسئله باش انهم نشوف واش نيت الانسان غيعطي واحد المداخله مزيانه، ونتمنى ان المداخله تكون في المستوى. غنبداو مع السي زهير بوفون. ما تنساوش الاخوان انكم تعاونونا بلي بارطاج، عاودونا بلي بارطاج او ماكسيموم سوا في الجروب سوا سور لي بروفيل ديالكم سوا في لي باج الاخرين، انكم تحاولوا انكم تنشروا هذا اللايف هذا او ماكسيموم. نتمناو من السي زهير يكون يسمعنا، وكما العاده اللي تفرج في لي لايف القدام فعارف المساله كي غتكون. الو السلام عليكم. سي زهير هذا ما كاينش. صافي اسمح لي اخويا. ها المهم الا جا قولي راه غير عيط لك حمزه حركاني وصافي. صافي يلا السلام عليكم. للاسف الاول ما شدش لينا. نحاولوا اخوان اللي صيفط لي ديجا نوامر في لاباج ديالي يحاول ما امكن انه يدير التليفون حداه باش ما ناخذ المداخلات سريعا، واللي ما غايشدش الخط ديالو فصعيب انا نعاود نتصل به مره اخرى. هكا السي سمير نتكلم. بالنسبه لاخر نقطه، بالنسبه للخصاص واش كاين خصاص حنا تنهضروا باش ما نحجموش الامر، واش الخصاص كاين في الاسماء؟ زعما حنا هذا النقاش اللي اثير حول فابريس وحول لافال واش الاسماء ديالهم، ولا هذا النقاش دار على يعني كمراكز ماشي كاسماء، ماشي كفال وفابريس كشخصين وكمهاره، وانما كمركزين كفردين في واحد المراكز اللي خلفوا واحد التغرافي. اللي تبع الوداد هذا الموسم غيشوف بان لافال ولا فابريس ما كانوش واحد لاعبين مؤثرين في هذا الموسم صراحه. كان كل من فال اللي كانت عنده اصابات عديده في مقاعد البدلاء، ولو كيرجع كان كيلعب العطوشي وكان كيلعب رابح. بالنسبه لفال بالنسبه لفابريس راه الجناحين راه هما النجم والحداد، وفي غياب الحداد كان كيلعب بن شرقي. وبالنسبه للمهاجم الصالح راه كان هو جيبور. هاد اللاعبين ما كانوش لاعبين مؤثرين. الغياب ديالهم الحالي اللي قدر انه يحجمه هو الغياب الاضطراري ديال العطوشي من ناحيه الاصابه، والغياب ديال جيبور من ناحيه الوفاه ديال الام ديالو. يعني كنا زعما ما كانش هاد الغيابين في مباراه الاهلي ما كنا زعما غنشوفوا يعني هاد العوده ديال التوهج ديال فال وفابريس، ما كناش غنسمعوا الجمهور تيطالب. لا ما كناش غنسمعوا الجمهور كيطالب بهاد الاسمين، لانه يخاف من التاثير انه الا مشاو خاصه في هاد الرحله اللي هما النجاح اللي كان عندهم مع الوداد في الفتره الاخيره هو انهم نهار عول عليهم الوداد ونهار خرجوا من مقاعد البدلاء جاوا بواحد الجاهزيه اللي ما يمكنش تلقاها عند اي لاعب بديل اخر. رغم انهم كانوا كيجلسوا في مقاعد البدلاء ولكن حافظوا على الريتم ديال المباريات ديالهم وحافظوا على الاداء ديالهم مع الوداد. غنرجع للكوتي اللي كنت دويت عليه وغنكملوا حاليا. هو المكتب المسير كيتحمل واحد الجزء مهم لا مع فال ولا مع فابريس، بحيث هل يعقل اننا في 10 اشهر ما نجدوش اللاعبين ونجيو حتى لهذه الفتره اللي فيها عقودات واللي هما ايضا كيقلبوا على انهم يضمنوا المصير ديالهم، ونجيو حنا ونقولوا لهم اجيو جدوا معنا. انا نعطيك واحد النقطه. رابح حاليا مشى مع فريق الوداد بدون انه يكون جدد مع الفريق، وهذا نشكروا عليه السي يوسف رابح. الو السلام. نفترض ان يوسف رابح، نفترض اخويا حمزه السي يوسف رابح تصاب، نفترض لا قدر الله السي يوسف رابح الا تصاب، شكون يعقل عليه؟ مش نعقل عليه انا ولا انت ولا الجمهور الودادي عامه. اننا كنصح اي جمهور ديال الوداد ما يتحدثش بالعاطفه بزياده على اللزوم. الوداد حاليا كتعيش واحد الفتره مهمه صحيح، ولكن حتى اللاعبين خصنا نفكروا لهم واحد شويه
ونقولوا بلي راه عنده ولكن ما نفكروش اللاعبين كيفاش حنا نفكروا النادي. واش رابح حتى هو المدافع الوداد، واش الا رحل حتى هو غيخلف شي تاثير، ولا واش انه تيقدم مستويات كبيره اللي غتخلينا الا مشى نبكيو عليه؟ حاليا يوسف رابح الا مشى ما غنبكيوش عليه، الاداء ديالو ماشي بالكبير، ولكن عنده واحد البصمه ديالو من ناحيه غير اللقاء الاخير ضد الاهلي، بان باللي عنده واحد الشخصيه وعنده كاريزما اللي كتعطي الفريق الوداد من ناحيه الدفاع واحد القيمه. حاليا يوسف رابح ما عندناش احسن منه. المهم هذا كما قلت، فالبرانسيب ديال البرنامج صوت الجماهير فهو تهم اساسا اراء وافكار الجماهير. الاراء اللي تتخص كل طرف على حده وما يمكنش اننا نشكوا فيها ولا اننا نحاول نخطئوها، يعني فهي تتبقى اراء شخصيه ورؤى مختلفه اللي تختلف ما بيناتنا احنا كاملين. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم خويا. خويا عرفتيني؟ عرفتك من صوتك حمزه. ايه مرحبا. شوف دابا راك انت في اللايف البث المباشر ديال صوت الجماهير، عيطنا لك باش انك الافكار اللي عندك وداك الشيء كامل اللي عندك، فمرحبا فلك الكلمه خويا. مرحبا خويا، مرحبا سي حمزه، مرحبا. المهم دوينا على الماتش ياك اخويا. دولينا على الماتش من جهه، ومن الافضل انك تبدا انك تهضر لنا شويه على هذا المشكل ديال التجديد لبعض اللاعبين واللي خلى لينا انه يكون خصص في التشكيله وواحد يعني فراغ كبير في بعض المراكز، خاصه قضيه فان وفابريس اللي مشهوره دابا عند كلشي. لا فعلا هذا المشكل هذا انا كيبان لي اداري محض اخويا حمزه. متفق. علاش الا ما غاديش تجلس حتى الدقيقه 90 عاد غتبغي عاد حتى عندك رحله الكاميرون اللي هي رحله مصيريه، عندك ماتش مصيري يعني خصك تجيب توقع ضروري. يلا انت بديتي كتفكر لا تجلس مع هذا اللاعب، لا تجلس مع اللاعب الفلاني، شدد العقد هذه. وعندنا مشكل بزاف ديال اللاعبين ان هاد اللاعب عندهم كتسالي لهم الكونطرا. هذا المشكل هذا كان خصو اخويا يتحل من بكري. حنا عارفين رئيسنا لاعبين دور المجموعات وبغينا هذا العام زعما بغينا نلعبوا على العقد. غتسمح لي غنقاطعك، واش هاد الغيابين ديال هاد اللاعبين اللي عليهم هاد النقاش كامل غيكون مؤثر؟ نعم اخويا. واش هاد اللاعبين اللي عليهم هاد النقاش كامل تيبان لك نيت انه غيكون الغياب ديالهم مؤثر وتستحقوا هاد النقاش كامل وهاد الضوضاء كامل؟ ما نكذبش عليك اخويا، انا ما بانش لي حتى شي، ما غيكون حتى شي تاثير. انا التاثير اللي كاين، التاثير اللي يقدر يكون كان عندنا المشكل في اصابه العطوشي، كون جاب الله ما تصابش العطوشي يقدر نقول لك انا ما عندناش مشكل اصلا اللي كاينين غيقضيو الغرض. غير دابا المشكله ملي ما كاينش فار واصلا ديجا العطوشي مصاب يعني ورابح، الاداء ديالو راك عارف كيفاش داير، راه متذبذب، راه ماشي شي مدافع اللي متمكن اللي تقول راه غادي يسد الخصاص ولا شي حاجه يعني. وعندك بقى لك خيار واحد اللي هو ناعم اعرب اللي كنظن انا من صعيب يعول عليه في هذا اللقاء. صعيب يعول عليه يعني بقى عنده خيار واحد وهو السعيد يرجع لقلب الدفاع. هذا هو اللي كيبان لي اخويا حمزه. سي دابا راك لي دابا قراءتك المقابله وبنظر الخيارات الممكنه اقترح لنا تشكيله واقترح لنا اسلوب اللاعب وكيفاش خاص الوداد يلعب باش يربح هذا اللقاء. ان شاء الله التشكيله كتبان لي اخويا، التشكيله من المنظومه ديالي الخاص ان العروبي في حراسه المرمى. سير. الظهير الايمن نصير، قلبي الدفاع السعيدي ورابح. الظهير الايسر بين قوسين المرابط، واخا اخويا ما نكذبش عليك ما عنديش مع هذاك السيد، ما لاعب اختيار راي شخصي سير سيدي. راي شخصي اخويا. سميتو عندك وسط الميدان اخويا بريدر هذا مول اصبح الكرتي. قدام اخويا عندك الجناح الايمن الجناح الايسر اسماعيل الحسن، قلب الهجوم او مهاجم وهمي اشرف مستقيم، كيبان لي غيصلح لهذه المهمه. فعلا هذا الخيار ديال ان نلعبوا اشرف بن شرقي في البوست اللي كان لعب فيه في الاولمبي غير مره انه يلعب يعني مهاجم راس حربه وهمي، فهو يعني سمعنا عليه بزاف خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي. انا جماهير تيقولوا لما لا اننا نشوفوا بن شرقي ونخليو شي كطرف الفرصه ليه في الشوط الثاني. شي اضافه اخرى لان اصلا اخويا شي كطرة ما عنده ما يعطينا اخويا صدقات سيد 4 شهور ولا 5 شهور عمرو كاسكورا مصاب ديما يعني وعنده مشكل ديال الانضباط. الشرقي عنده الجاهزيه واصلا كيلعب كره الارض يعني انا كيبان لي الاصلح هو بن شرقي. وكاين حتى واحد الخيار ثاني يقدر يثبت يقدر ولكن ما كنبغيش يغامر به واللي هو الكتوني.
الحسن يقدر ممكن يكون في البوست، والله اعلم. عندك شي اضافه اخرى؟ مرحبا. الا بقى عندك شي فكره. الاضافه اللي غادي نقول لك اخويا هو انا المشكل اللي عندي انايا ما عنديش المشكل ديال الغيابات ولا مقطوع من الغيابات، بقدر ما مخلوع اخويا من ارضيه الملعب. ارضيه الملعب كارثيه يا صديقي، ما نكذبش عليك، كارثيه. يعني ما كارثيه، ما تسناش انا غادي نلعبوا الكره ولا يعني خصنا التدريب تكون اغلب الاحيان على الضربات الثابته الركنيات. نحاولوا نصطادوا ضربات جزاء، ضربات اخطاء على مشارف مربع العمليات. هذا الشيء اللي كيبان لي اخويا انا اللي الجزئيات البسيطه هي اللي غادي تحسم لنا اللقاء ان شاء الله. انا راه داير الثقه في اللاعبين كاملين ان شاء الله انهم غيكونوا رسالوا يجيبوا لنا 3 بوان ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك، وشكرا على تواصلك، ومرحبا بك في اي وقت. ما تنساش انك لي بارطاج لهذا اللايف هذا او ماكسيموم. الله يحفظك السي حمزه. انا كان نعطيك واحد الكلمه ديال الشكر اخويا حمزه. انا راه من سميتو من محبين ديال الصحه ديالك اخويا حمزه. انا كنشكرك التحليلات ديالك اخويا، الله يعطيك الخير، الله يزيد القدام اخويا، الله يزيد الخير. شكرا بزاف، وبهذه التشجيعات ديالكم هي حنا باش نمشيو لقدام تنكملوا. مرحبا وشكرا بزاف على تواصلك، وان شاء الله الى مره قادمه ان شاء الله في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا، الى اللقاء ان شاء الله. الله يعطيك الخير. بالنسبه للتشكيل اللي قال السي يوسف نعاود نكررو، هو في حراسه المرمى العروبي قال في الظهير الايسر المرابط اللي عنده تحفظ هو عليه، وقال نصير على الظهير الايمن، وقال في العمق الدفاعي غيلعب السعيدي بجانب يوسف رابح، امام ديالهم يلعب النقاش وبني الدر والاصباحي، وفي الهجوم كيتكون من اسماعيل الحداد وبن شرقي اللي قال بالله يكون هو المهاجم الوهمي، ومحمد النجم. في الاحتياط غيكون عندنا اوراق، يكون عند عموته اوراق اللي ممكن يفاجئ بها الخصم في الشوط الثاني، اللي هي خضروف. عندنا ايضا لاعب شيكاتارا. معك حمزه حركاني اخويا. لاباس عليك؟ انا سي زكريا الحمد لله ربي يخليك. المهم راك دابا انت في اللايف مباشره، راه عيطنا ليك على قبل المداخله ديالك، وسمح لينا على التبرزيط. بغيتي انا تكون مداخله هكا حره تقول فيها الافكار اللي عندك، ولا بغيتي نسولك؟ فمرحبا. مرحبا. فاساسا المحور الاول اللي تنهضروا عليه نورمالمون ما كناش ناويين نهضروا عليه، فمساله الخصاص اللي دابا ولا في تشكيله الوداد، خاصه مع هاد الضوضاء اللي كانت وكثرات حول فابريس وفال، جدو مشاو ما مشاوش. فانت اش بالك في هذه القضيه هذه؟ اول حاجه بالنسبه لي انا المساله ديال فال وفابريس مساله متجاوز عنها. حتى هاد البوز اللي دار على قبل هاد لي دو جوور زعما جو بونس با زعما هذا هو لو مومون اللي خاصو يدار فيه هاد البوز هذا. حنا خاصنا نورمالمون نكونوا مورا الدراري. الدراري عندهم ماتش تري ديسيزيف في كاروا. الوداد ما وقفاش على فال وما وقفاش على فابريس، vu que حتى لا بارتيسيباسيون ديالهم هذا العام هذا يعني ما جو بونس با ديباساو بجوج واحد 13 ولا 14 ماتش جوج. دونك كيتبان لي ان الوداد ما وقفاش على فال وما وقفاش على فابريس. كونسيرنون الخطا خطا حمين. انا امون افي بوزوان برينسيبال عندنا هو في ميليو تيران. ما عندناش ان كابتور اللي يدير كريمون غولون، وما عندناش ان غوليور. حيت كتشوف المشكل ديال الوداد حتى المتتبعين جو بونس حتى هما عندهم لا ميم ايدي. المشكل ديال الوداد هو عندنا لا ترانزيسيون فيرون، عشان كنبنيو العمليات بواحد الشكل اللي ثقيل. حتى لا ترانزيسيون كتكون ثقيله. إلا لاحظتي في الماتش ديال الأهلي سواء بن شرقي ولا نجم ولا هذا، يعني كيشد الكره كيعطي ظهرو كيدور، يعني ما كتضربش لادفيرسير فاش كيكون مشتت كيف كنقولوا. دونك كتخليه يرجع. دونك بحال كتلعب في الورق ديالك مكشوفين، يعني سيرتو كان ادفيرسير رجع لك اللور الوداد غادي يشوف حل. جو بونس المشكل اللي عندنا في الوداد خاصنا ان بون خويا زكريا شويه الصوت دابا ما فهمتش علاش ولا
تتقطع ولا واحد الصوت غريب جدا. انا غنعاود نقطع عليك ونعاود نتصل بك عاوتاني. المهم نشر واحد النقطه مهمه وقال هو بصريح العباره، فاحنا فالو فابريس ما واقفينش عليهم، فالدراري اللي كاينين فالوداد يمكن لها تحقق نتيجه ايجابيه الى ردوا البال طبعا لبعض المسائل. فهو عاود ياكد انه فابريس ما واقفينش عليهم، وان فابريس في هذا الوقت الموسم قال انه اللي خاصو يمشي، يعني بركه عليه. وفال قال لك انه ما قدمش زعما ما كاينش زعما الفراغ في دفاع الوداد لواحد التاثير كبير. فاش بالك في النقطه اللي شار لها السي زكريا؟ بالنسبه للاتصالات لا ديال نرجع للسي يوسف ولا نرجع للاخ زكريا، كيكرسوا كل ما قلت بان لا فابريس ولا فال قدموا الشيء الكثير للوداد في هذا الموسم الاخير. وبطبيعه الحال خصوصا فابريس قال باللي لازم يتم التسريح ديالو في هذا الموسم وما يتمش التجديد ليه، وهذا فعلا اللي مشى عليه المكتب المسير وقام به. ما نلوموش حاليا على حساب انه يجدد ليه في هذا الموسم، ولكن اللي نقدروا نلوموه هو كل ما خرج على مفاوضات النصيري في الاونه الاخيره لفابريس ولا فال، حيت كون كنتي باغي تجدد لهاد الاسمين كنتي تفاوض معاهم قبل. هادشي اللي نقدر نقول بالنسبه للجمهور الودادي. شوف اخويا السي يوسف كيقول هادو جاو حتى الدقيقه 90 ومشاو. وي فعلا خواو بالوداد، صريح العباره هي هذه، مشاو حتى الدقيقه 90. نتمنوا لهم التوفيق في المشوار ديالهم، ما عارف يتفرجوا في الوداد في كاس العالم للانديه المنزل ديالهم. هادشي اللي نقدر نقول لك اخويا. محلنا على هذا المهم على هذه المكالمه الاخيره. الداري عفاكم، عاونونا بلي بارطاج، عاونونا بلي بارطاج، عاونونا بلي بارطاج هذا اللايف هذا باش يوصل او ماكسيموم دوديونس. ومشاركاتكم عبر التعاليق فحنا تنقراوهم. سولوا على اللي كاين تيسول على جبور واش ما غيكونش، راه ما كاينش جبور. فابريسو فال راه ما كاينينش في الوداد، غادر بمهاجم حقيقي وحيد اللي هو شيكاتارا، وما يمكنش انا نلعبوا حتى في بن شرقي. يعني بالتساؤلات حول فابريسو لا فال راه ما كاينش. كما قلت لكم خاصه نبارطاجيو، اللي عنده شي باج يبارطاجيه فيها، اللي عنده شي جروب يبارطاجيه فيه. هذا اللايف هذاك تشوفوه في الصفحه ديالي الشخصيه اللي هي سطر حمزه حركاني، تشوفوه في الصفحه ديال وداد كلوب اللي بدينا معاها من شخصيا ملي بديت تنبدا التحليل. فهو الصفحه الاولى اللي كانت تنشر المقالات ديالي. فوداد كلوب تنشكرهم بزاف على تعاونهم وعلى تشجيعهم لفكره اللايفات وصوت الجماهير. لذلك فكان اللايف وغيكون مستقبلا من الصفحه مباشره، ومن بعد نبارطاجيوه لكاع الصفحات اللي تنعرفوا، نبارطاجيوه كاع الناس اللي يبغيو يتعاونوا معنا، ونبارطاجيوه في كاع الجروب اللي حنا داخلين فيه. فما تنساوش بلي بارطاج، واللي بغى يعني يشارك فلا باس انه الا قدر يخلي نمرته، ولكن حتى الاخر تنقولوها الا كان بقينا وقت اننا دوزنا كل شيء وباقينا شويه الوقت فندوزو حتى الاتصالات ديالكم. فهاد الاتصال ديال سي زكريا تا هو ما شدش لينا، فغنمشي الان عند سي عادل الودادي اللي قال لنا هو من مدينه العيون. فغنتصل به الان، نتمنى انه يكون يشوفنا في اللايف مباشره باش انه يستعد ويخلي التليفون حداه باش ما نبقاوش نصونيو بزاف، واقتصادا للوقت وخاصه المجهود ديالنا شويه، وباش ما امكن ناخذوا اكبر عدد من الاتصالات الممكنه. فنتمنى ان السي عادل اللي جاوبنا مدينه العيون من جانب. الو السلام عليكم. ورحمة الله. سي عادل معك حمزه حركاني. الحمد لله ربي يخليك، عيد مبارك سعيد. راك دابا في اللايف المباشر، راك مباشره الان. فالكلمه لك، يمكن لك دابا تقول لي بغيتي افكارك يعني ملاحظاتك حول القضيتين اللي كنت هضرت لك عليهم ديجا. فاولا خذ بعجاله تقولنا رايك قضيه فالو فابريس وهذا الصخب وهذا الضجه اللي عليهم وعلى الرحيل ديالهم، وايضا تقول لنا قراءتك المباراه والخيارات اللي تشوفها من الممكن ان تساعد الوداد في الفوز بلقاء القوط الكاميروني يوم السبت. وي مرحبا. بالنسبه لي انايا القضيه ديال فالو فابريس ما خصناش نعطيوها اكثر من القيمه ديالها. اولا حنا تابعنا ماتش حاسم ويا كبرنا القضيه اكثر من ما هي كبيره، غادي نخلصوا في الاخر، لان عموما الاجواء ديال الوداد فاش تكون مزيانه والعناصر كلشي متلاحم تكون نتائج ايجابيه. ولكن الا بقينا نفس اسطوانه تبقاو الاشاعات هنا هضره ليه دوكسي نخلقوا مشاكل لفاقتنا، وحنا الاولى ما نشجعوها ماشي نظن نعرقلوها ولا نزيدو نشوفوا عليها.
هذه بعجاله بالنسبه للفالو، قضيه تبارك الله الفالو عليك. وفابريس. سير دابا سير ديال المقابله والخيارات. بالنسبه للمقابله حنا تنشوفوا بالنسبه للائحه اللي كاينه، خصنا اولا نتفاداو الخساره هذه بعدا باش ما نمشيش لنا الحظوظ ديالنا كامله، بمعنى ان خصها تكون تشكيله متوازنه ما بين الهجوم والدفاع. نلعبوا على الخيارات ديالنا اللي كاينه، يعني جايزه ديال بن شرقي واضحه على شي كطاري، يعني بن شرقي خصو يبدا الزاما، خصو يبدا هو الاول. بالنسبه لباقي العناصر خصو يكون مثلا اعراب رابح، تنفضل اعراب انا على السعيدي، ونستخدموا السعيدي كورقه في الوسط ديال الميدان. العناصر الاخرى كيف باقيه نصير المرابط واخا عنده بين قوسين واحد بحال خوف ولا رغبه في الملاعب الافريقيه مثل لعبوا خارج الميدان. الاخرين باقي العناصر ديال الخبره بحال النقاش ورابح والسعيدي وواحد بنسبه اقل وناجم والكرسي. المهم هادو عناصر غينفعونا مزيان، نعطيهم الاولويه في التشكيله الاساسيه. المنظومه ديالنا هي 4-3-3، نظن انها منظومه واقعيه نلعبوها الحظوظ ديالنا كامله. شي كطاره وإلا جاب الله جا التحق مثلا جيبوره ولا شي حاجه ممكن نخدموا كخيارات في الدقائق الاخيره في مجريات المقابله، بحال حنا احتاجينا هدف ونلعبوا في 10 دقائق الاخيره ولا ربع ساعه الاخيره نغامروا فيها. هادشي اللي تنشوف انا. شكرا السي عادل، شكرا لك وتحيه لك. ناخذ لك الوقت ديالك بزاف خويا. لا شكرا جزيلا لك وتحيه لك وتحيه لكاع الناس للمواطنين ديالنا اللي كاينين في مدينه العيون، وتحيه خاصه لكاع الوداديين تمايا، تحيه للناس ديال الجنوب. شكرا لك وان شاء الله الى لقاء مقبل ان شاء الله في حلقه جايه. شكرا جزيلا السي عادل. ان شاء الله، بارك الله فيك، تبارك الله. شكرا. فسريعا غنمشيو ايضا لاتصال اخر. اخوان كما قلت لكم بالنسبه للنوامر، واعتذر مره اخرى للتكرار، فحتى نلخر ونقول لكم في اخر يعني اللايف ان شاء الله الا بقينا الوقت غنطلب منكم انكم تصيفطوا لي النوامر في الكومونتير، والبرومي سيرفي كما برومي اريفي برومي سيرفي. دابا حبذا لو انكم ما تشاركوناش النوامر. وايضا الناس ديال برا فاعتذر فنظرا الامكانيات البسيطه والمحدوده ديالكم، خوك باقي طالب غير برا. وتحيه ليهم بزاف الناس ديال برا تيشاهدونا، نتمنوا انهم يبارطاجيو اللايف. ان شاء الله حلقه اللي غتكون مقبله نحاول نشارجي دقائق ديال برا ونتصل بكم على الراس والعين. اذا اعتذر والنوامر احتفظوا بهم الى اخر الفيديو ان شاء الله. ما نطلب منكم انكم تشاركوني نوامر حيت باقي لي هنا نوامر مازال نعيطوا لهم. ناخذ شي اتصال اخر. سي سمير انت معايا، كلمه كامله ليك غير باش مره نعطيو فرصه اكثر فعلا. نعطي دابا نعيط ان شاء الله لمن السي اسامه فتاح. حبذا لو انه يكون يشاهدنا الان، حبذا لو انه يستعد يحط التليفون حداه باش اننا نربطوا به الاتصال. يفضل انه يكون في الاخر. المهم غتاخذ وقت كامل، لا عنده شي افكار فاحنا تنخليو الوقت كامل انه يعبر عليها، الراي كامل يعبر عليه، لان صوت الجماهير اساسا فهو يهم. يعني الكلمه تكون الجمهور قاطبه، تكون واحد النافذه اننا نكسروا واحد الفكره نمطيه عن ان الجمهور عاطفي وان الجمهور ما تيفهمش. سي اسامه السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. مرحبا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. راك دابا انت في اللايف مباشره، هاك الكلمه عندك على خاطرك، قول كاع داك الشيء اللي بغيتي عفوا، غير باش نحدد لك. فاساسا حبذا لو انك تقسم الكلمه ديالك لمحورين، الاول بعجاله تقول لنا رايك حول هذا الصخب هذا الاعلامي حول فالو فابريس، يعني تمر عليه مرور الكرام، تعطينا رايك بشكل سريع، ومن بعد تقول لنا الافكار ديالك حول اللقاء وبالوقت اللي يكفيك. فمرحبا، فلك الكلمه خويا. السلام عليكم وعيد مبارك سعيد للجميع الوداديين وجميع الامه الاسلاميه. انا غادي نلخص الهضره ديالي في 6 نقاط. غادي ندخل فيها الثقه ديال الغيابات، وندخل فيها لا بارتي ديال غنهضر شويه على لا بيرفورمانس ديال ليكيب، وعلى حاول ما امكن ترفع صوتك. الله يجازيك بخير، رفع صوتك مزيان. وي صافي دابا مزيان. سير شكرا. لا بارتي الاولى قلتو غادي نهضروا على للاسف انقطع الاتصال. دابا بقى معايا السي اسامه، دابا نعاود نتصل بك. بقى معايا.
كما قلنا الناس اللي بغى يشارك حاول ما امكن انه ياخذ شي بلاصه في الريزو، ايضا يرفع صوته ما امكن. سي اسامه لك الكلمه. وي خويا قلت لك مرحبا. لابارتي الاولى غادي نهضروا على هذا الصخب اللي سبق الماتش تاع الوداد اللي كيتعلق بالغيابات اللي كاينين، سواء من اصابات، سواء من سبور اللي كانت توفات ليه الوالده ديالو، ولا فالو فابريس اللي كسرات عليهم الهضره وقال لك ما مشاوش حيت ما خواو بالفرقاق. وهذه حنا كجمهور تاع الوداد خلينا نكبروا واحد شويه في العقل ديالنا وما نعطيوش لهاد النقطه اكثر من اللي كتستحقوا. الوداد فريق كبير، الوداد كيبقى فريق كبير بالالقاب ديالو بالتاريخ ديالو، ما غيوقفش على لعاب ولا على فهمتي. دونك هنا وغادي ندخل النقطه الثانيه اللي هي لا بيرفورمانس ديال ليكيب. هنا فين غادي تبان لنا واش ليكيب ديالنا بيرفورمانس ولا لا. لا بيرفورمانس كيف ما كتعرفوا جميع فهي سون غولاسيون واحد تيرنير ما بين دي زوبجيكتيف فيكسي مع دي مويان اللي كيتعطاو باش نوصلوا لهذوك لي زوبجيكتيف، ومع دي ريزولطا اللي كيسخون رياليزي في لا فان. دونك هنا حنا لوبجيكتيف ديالنا في هذه السيمانه هو 3 بوان. هاد 3 بوان هادي عندنا واحد ليفيكتيف اللي مشى دابا، هو الواقع اللي كيقول هو ان راه الوداد دابا كاينه في الكاميرون واحد ليفيكتيف اللي هو ناقص، ماشي على هوتور كيف ما كيبان لشي وحدين، فعلا ماشي على هوتور. دونك لوبجيكتيف قلنا هو 3 بوان، واحد ليفيكتيف اللي هو ناقص. دونك من هنا للسبت ان شاء الله من وراء الماتش غتبان لنا هذيك الريزولطا هي اللي غادا تبين لنا واش ليكيب ديالنا بيرفورمانس ولا لا. كاين واحد الكونسيبت في الموند مانجمنت سميتو جوغاد. هذا الكونسيبت هذا اش كيقول؟ فيه واحد لا فراز تري سامبل هي فير بلوس افيك موان. عاود لنا الجمله البرانسيب فير بلوس افيك موان، c'est-à-dire réaliser plus de bénéfices avec moins de ressources. Les managers partout au monde cherchent toujours à optimiser les ressources pour réaliser donc les objectifs ديالهم بواحد d'une certaine qualité بواحد le temps اللي هو تيكون معقول اوبتيمال. حنا هنايا في لا سيتوياسيون ديال الوداد اللي كتبان بزاف تاع الناس اللي هي كومبليكي في لا فان ديال لا سيمين، هو اننا حنا عارفين باللي لي غوسورس ديالنا راه ديجا اوبتيمال. دونك كيبان لك لوبجيكتيف ديالك راه هو 3 بوان، واحد ليفيكتيف اللي ديجا انت ما غتقلبش انك عموته ما غيقلبش انه اوبتيميزي فيه ولا الناصري ولا الاداره تاع الوداد انها اوبتيميزي في لي غوسورس باش ترياليزي ديك 3 بوان. الى سي عموته استطاع انه يوظف هذاك ليفيكتيف اللي عنده بواحد الطريقه اللي هي مزيانه اللي غتقدر انه يوصل ل 3 بوان اللي هي لوبجيكتيف ديالنا، راه غيكون النيفو تاع لا بيرفورمانس ديال ليكيب راه اسي الفي في هاد لا سيمين هادي. كنهضر لنا غير على هاد لا سيمين، اما لا بيرفورمانس ديال سي عموته من النهار اللي جا حتى لدابا راه الا جينا نكالكوليوها راه غادي نلقاوها مزيانه بلوز او موان، راه احسن من المرات اللي فاتوا. دونك راه جا خدا ايفيكتيف اللي كان ما زاد عليه ما والو وخدم به وجاب به بطوله، وراه غادي في واحد النيفو اللي هو تصاعدي في الشامبيونز ليغ. دونك هنا غادي يبان عاوتاني الدور ديال عموته وفي التحضير ديالو النفسي. غادي نساو التاكتيك وغادي نساو. اسمح لي غنقاطعك، اسمح لي سي اسامه نقاطعك. شرتي الفكره مهمه بزاف في تدريب كره القدم. بزاف الناس يمشيو غالطين ان المدرب يعنى او انه ينتظر منه ما هو تقني وتكتيكي اساسا، في حين ان مهنه التدريب كمهنه ف 50% تهم ما هو فني و50% تهم ما هو تدبير ديك المجموعه نفسانيا واجتماعيا، وانك تقرب منهم وتخرج منهم الماكسيموم. هذاك التدبير هو اللي تيخلي لك اللعاب ملي تعطيه واحد الحاجه تكتيكيه وفنيه تطبقها وتعطيك واحد البيرفورمانس اللي تكون او ماكسيموم ديالها. كمل اخويا اسامه اسمح لي. قلت لك اخويا هنا فين غيبان الدور ديال سي عموته في التحضير النفسي اولا اكثر ما هو
تكتيكي وبدني، حيت تكتيكي وبدني خدم معاهم من النهار اللي جا. دابا هنا هذا الماتش غيتلعب على كل ما هو نفسي، حيت انا اللي بقى فيه الحال هو ان بعض الجماهير بين قوسين ديال الوداد وانهم اختزلوا الفرقه كامله في 2 لعابه ولا 3 ولا 4، مع العلم ان الوداد راه كاين اكثر من 20 لعاب اللي كاينه في الوداد واللي هي مقيده. يعني انه ملي حنا غادي نختزلوا الفرقه في 5 لعاب، يعني هذوك اللعابه الاخرين غيمشيو بلاش منه، فهمتيني؟ دونك هنا غيبان الدور ديال عموته بانه كيفاش غادي يوجد الفرقه نفسانيا للماتش. كيف ما شفنا في الماتش ديال الاهلي كان لا مكتب لا ستاف تكنيك لا جمهور، كله متسند ورا الفرقه، وكله كيوصل دي ميساج اللي هما بوزيتيف للفرقه. يعني ملي دخلنا نهار الماتش وحتى نهار الماتش وبقى الجمهور 90 دقيقه هو كيشجع ايجابي، ما سمعنا لا تصفار ضد اللعابه بكثر ما سمعناه ضد الفريق ديال الاهلي اللي خرجناه من الماتش كاريمو من الدقيقه الاولى. يعني علاش في هذا الماتش علاش ما نبقاوش ملتحمين وبغينا هاد البوزيتيفيتي تبقى حتى لاخر دقيقه من الماتش ديال زاناكو، حيت باقي كلشي ملعوب، عندنا 6 نقاط غاديين بإفيكتيفلي مزيان. وانا غادي نعطيك التشكيله ديالي اللي كتبان لي انها مزيانه وغادي تجيب لنا ان شاء الله 3 بوان، وغيبان لك بانها فيها واحد العناصر ديال الخبره اللي تقدر تكون بهذوك الناس اللي كنقولوا حنا راه ما مشاوش خو بالفرقه. هاد العناصر اللي في هاد التشكيله اللي غنعطيك احسن من التشكيله اللي غيكون فيها فال ولا فابري، حيت واحد النقطه، فال تقريبا دوز معنا عام، هاد العام كامل هو بلاسي، دونك ما استفدنا منه والو. فابري كذلك كان المستوى ديالو متذبذب، ولا رجعنا غير واحد الشهر ونص قبل الذاكره ديالنا، حيت حنا سبحان الله العظيم الجمهور كينتبه الزربه، كلشي كان كيقول باللي راه فابريس راه سالت مده الصلاحيه ديالو، دونك فابريس خصو يمشي. علاش دابا ملي رجع في واحد وفاد في واحد الماتش اللي هو كان زعما كانوا فيه الدوافع اكثر عطاو، فهمتي؟ ما احنا ما كنقروش داك الشيء اللي عطاو الفرقه ورجعوا في هذا الماتش عطاو عاد بنادم ولا كيقول لك فالو فابريس خاصهم ما يرجعوا. يا سيدي صافي، هذا قرار شخصي ديالهم، كل واحد كيبغي يسيكوريزي الفيتشر ديالو ولا السيتوياسيون ديالو كيبغي يبروتيجيها، القرار ديالو ماذا معنينا ان نقولوا لهم الله يسهل عليهم، وحنا الله يسر لنا في الماتش ان شاء الله ونرجعوا ب3 بوان. شكرا. دابا غندوز معاك اخويا التشكيل، وحاول ما امكن دابا شويه تزربين الله يخليك يلعبوا فيك. مرحبا اسمح لي، فهمتيني؟ بالنسبه للتشكيل اللي بالنسبه كيبان لي انا مزيان، عندنا في حراسه المرمى العروبي كظاهرين غيلعب نصير المرابط، في الوسط غادي يلعب في وسط الدفاع غادي يلعب رابح والسعيدي، في وسط الميدان غادي يلعبوا بالنقاش وايش بن يسر واصباحي، كاجنحه غادي يلعبوا وناجم والحداد، وبن شرق ان شاء الله غنلعبوا به في الصندوق كمهاجم وهمي كراس حربه وهمي. هذه التشكيله ديالي، وانا كتبان لي بالنادي في كتابه راه تبارك الله من الخبره ما يكفي انه يربح، حيث انا تابعت الماتشات ديال الوطن تقريبا كاملين، ماشي واحد الفريق اللي غادي يخلق لنا واحد غيخلق لنا مشاكل في وسط الماتش وداك الشيء. الا ضغطنا عليه ولا ركزوا اللعابه ميم با 10 مينوت حتى 15 مينوت نقدروا نماتيو عليهم 2 à 3 بوت فاسيلمون ونجيبوا 3 بوان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا خويا شكرا السي اسامه، شكرا بارك الله عليك. مرحبا في اي وقت، عيد مبارك سعيد، وما تنساش انك تبارطاجي اللايف سواء في البروفيل ديالك سواء في لي جروب اللي داخل ليهم. وشكرا مجددا، شكرا الى اللقاء. شكرا خويا، الله يحفظك. فشكرا السي اسامه، عطينا الوقت كافي حيت توعدنا انه عنده افكار باغي يشاركها، لذا نعتذر الى طول عليكم شويه في المداخله ديالو.
سريعا فإلا عندك شي تعقيب على الافكار اللي قال، واخا بالفكره طولات واقيلا نسينا شويه داك الشيء اللي مضى. بواحد الطريقه اللي المهم نعطيك دير تعقيب للمداخله وغنمشيو لين الاتصال اخر. فالاخوان الله يجازيكم بخير، تعاونوا معنا بلي بارطاج هذا اللايف، تعاونوا معنا بارطاجيوه في لي جروب في لي باج اللي عندكم. فهو كونسيبت ديال هذا اللايف هذا جديد، حاولوا تنجحوه. فبصراحه تنقول لكم حاولوا تنجحوا، حيث النجاح غيكون بلوديونس الا كانت طالعه وياش خلينا اننا نستمروا فيه. فالامكانيات بسيطه ومع ذلك تنحاولوا اننا نمشيو بهذا الكونسيبت ديال صوت الجماهير بعيد، ونتمنى اننا نلقاو يد العون من كاع الناس اللي تشوفونا دابا. بارطاجي اللايف او ماكسيموم، ونعطي للسي سمير يقوم المداخله ديالو تعقيب على اخر ما. بالنسبه لسي اسامه كانت عنده واحد المداخله اللي مهمه، عطى بزاف ديال النقاط، ذكر الجانب النفسي، الجانب النفسي اللي عطى مهمه لعموته بانه يعتني به، يلم اللاعبين عنده ويركز معاهم ويعطيهم شحنه اضافيه اللي تخليهم يواجهوا القطن بواحد الكيفيه ديال التركيز، بواحد النفسيه اللي عاليه اللي تقدر تخليهم يحققوا نتيجه ايجابيه. لام كذلك لام الجمهور، وقال باللي الجمهور ركز على الغيابات ديال اللاعبين وخلى اللاعبين انهم ما ياخذوش واحد الدعم من عند الجماهير. هذا من حقه، اللاعبين كيحتاجوا في هذه الفتره الدعم من طرف الجماهير، وما نركزوش على الغيابات بواحد الشكل اللي يكون ماشي عادل، اللي يكون سلبي. بالنسبه الى ركزنا على لاعبين وخلينا 18 لاعب هذا لا يعقل. بالنسبه ل 18 لاعب حاليا اللي كاين في الوداد، نقدر نقول باللي 18 لاعب اللي مشات راه ضرات نافعه، بحيث عموته الان ولا عنده واحد ليفيكتيف اللي محدود، واللي لاحظنا حتى الجماهير ولات كتعطي واحد التشكيل، اللي ولا تقريبا غادي في نفس النهج، كلشي كيعطي واحد 11 لاعب اللي كتبقى تعاود. يعني ولات واضحه التشكيله بالنسبه للوداد، وحتى اللاعبين حاليا عارف راسو باللي خاص يوجد لانه عارف راسو هو اللي كاين، هو اللي حاضر. بحيث بن شرقي حاليا خاص يعرف راسو راه هو لا فاسونتر اللي غيدخل، راه هو المهاجم الوهمي اللي معول عليه الوداد. بالنسبه للحداد راه الاصابه راه فاتو تقريبا، ولا كيتدرب مع الفريق، ونجم من النجوم الحاليه ديال الوداد تبارك الله عليه، كيقدم اداء كبير. الاصباح راه لاكادونس غادي ترجع عليه في لي ماتش اللي لعب. بالنسبه لبني الدر قام ماتش صراحه خديت واحد الاعاده ديال الماتش الاهلي وبني الدر، صراحه راقبته في عديد اللقطات تبارك الله عليه، كان محارب في وسط الميدان بلغه الكره، حامل اللاعبين ديال الاهلي بوحده، هو اللي عطى واحد الشحنه للاصباحي ولا للسعيدي انهم يتقدموا للامام بواحد الشكل كبير، وعطاو المسانده. داكشي علاش الحمد لله ربحنا. كاين واحد الاخ اشار لواحد النقطه اننا نحاولوا ننتبهوا لي كومونتير، ما نحاولوش نبقاو نديروا لي زابيل. واخا الكونسيبت ديال الفكره ديال ولا ليدي ديال هذا البرنامج هذا انه نرتكزوا اساسا على الاتصالات، ولكن ما فيها باس اننا نشوفوا بعض التعليقات. تسمحوا لي درجت الكاميرا بيدي شويه. المهم دابا اللي عنده شي كومونتير ولا شي راي يقولوا دابا، واحد 5 دقائق غنقراو فيها الماكسيموم ديال لي كومونتير قبل ما نمشيو للاتصال المقبل. ايضا السي كريم المول 0707 الا كان تيشوفني دابا باللايف راه النيميرو ما تيشدش ليا، ولذلك اعتذر. تيقول لي انه النيميرو ما كاينش، لذلك ما تسمح لي ما غنعيطش ليك. فاللي عنده شي داري شي تعليق فيحاول يقولوا لينا. يوسف امروح اللي بغى يمشي راه الباب وسع من كتافه، واش الوداد تتسنى غير فابريز صوفال؟ راه الفرقه فيها 11 لاعب نقولوا ماتوا كاع ما لعبوش، دايرين حاله وضجه على والو. ان شاء الله نجيبوا الرباح من الكاميرون ونثقوا في اللعابه الاخرين. ياك ايت بني الدر والكرتين تعقدناهم شتي الماتش ديال الاهلي، خليكم متفائلين. فعلا السي يوسف كره وداديه، برافو عليكم الداري، شكرا جزيلا لكاع الصفحات اللي تتعاون معنا. فكما قلت لكم اللي عنده شي كومونتير ولا شي حاجه يخلي دابا، غنحاولوا نعطيو فرصه للناس اللي تشاهدونا ومع الاول مره. انور واك ديما واك من حقك اخويا، ديما واك يا سيدي، مرحبا. حسن خالي الودادي لعاب نحترموه، نوجدوا ليه شنو بغا، ونشوفوا الريال مع رونالدو حتى هما خدامين على ولادهم. سي فري. عبد الكريم الشبقي لو ماتش سورا غاني افيك سكيكون فوالا.
تو في ريزون. حماده جابوني كنتمناو ربح ان شاء الله، راه اللعابه كلهم فور في سي فغي. الخوف من التحكيم، نرجعوا للخوف من التحكيم بقدر ما انا عندي تخوف من الارضيه والتعامل معها. عبد الرحيم الحكيم مربوح ان شاء الله. ايوب واك ديما واك، رامي كوكو ديما واك ديما وداد. مهدي غوتشي لقينا الخير في رابح ما لقيناهش. فابريس نوفل ماني ان شاء الله 3 بوان. يوسف بركيك الوداد ما تقنعش المدرب كذلك، هذا راي يحترم. سيمو واك واك واك. سعيد اسيف هو من حقه يمشي، ولكن الظرفيه ماشي هي هذيك، على الاقل ماتش واحد ما قدرش يعطيه الوداد. وداد نيوز لايف على صفحتنا، برافو لكم، شكرا لكاع صفحات التعاون معنا، شكرا جزيلا لكم. وداد الامه خاصهم يلعبوا ماتش ديال العام، فعلا هو ماتش الموسم، حيت الا فرطوا في الفوز فماتش زناكو واخا في الدار البيضاء فما غيكونش عنده شي اهميه. جمال سي ان بالتوفيق اخوتي، نتمناو يدخل الحسوني اساسا في هذا الماتش جاي مع القط. الحسوني اعتقد انه ما كاينش في اللائحه، الا كان الحسوني، اما الا قصتي حسني فقانونيا يمكن، ولكن واش فنيا يمكن المدرب يغامر به؟ الله اعلم. الياس زولا اخي خويا الياس مرحبا بك، وتنعرفك راك من المتشبعين ديالي على الصفحه الشخصيه. ايوب واك ديما قد زاد بورا، اعتذر الا ما عرفتش نقرا شي ميساجات. ايوب بويا السعيدي ويوسف في لا ديفونس هو الجد المحتمل. فارس كمال مشكله الوداد ما كتلعبش خارج الميدان وخايف فعلا، فنتائجها لحد الان في دوري ابطال افريقيا خارج الميدان كلها خساره، الا كان شي تعادل الله اعلم، المهم ما كاينش الفوز. رشيد الطاغي المشكله الوداد خارج الميدان عامين عدها فوز واحد. ريسكي ايوب مربوح ان شاء الله فنان ودادي فرصه شي قطاره. لما لا ولو انها من الصعب، ولما لا انها تكون فرصه اللي ترجع لنا شي قطاره الواجهه مره اخرى وياخذ بها الثقه، ويعني في مباراه حاسمه للفريق وحتى لبعض اللاعبين منهم خاصه شي قطاره. ايوب امول اللي بغى يجي مرحبا، واللي بغى يمشي الله يعاونه. داداس عبدو ديما ودادي. امين ابو مروه مربوحه ان شاء الله، الوداد كبيره برجالها فعلا. اسماعيل ايت يوسف تحيه لكم، المهم المجموعه ممكن تربح لو لعبنا جزئيات. تحيه لك سي اسماعيل ايت يوسف. لطيف عبد الواك وداد واك ديوا. هشام بن زينب علاش ما داوش حسني الله اعلم. ايوب امو ديما وداد. عيط اخويا وداد ما يمكنش لنا باش نعيطوا، عندنا ديجا نوامر الا دوزناهم كاملين راه مزيان، ما يمكنش ان نوامر نخليهم ونعطيوكم، فسمحوا لنا مره اخرى غنديروا اعلان اكبر لايف وغنتوصلوا بنوامركم، ولما لا نديروا شي رقم مفتوح اننا نستقبلوا اتصالاتكم. عبد الكريم الشابكي احترموا جميع اللاعبين وشكرا طبيعة الحال. محسن مرنجي الوداد كبيرة عليهم، تلابح ولا فيه تعفار. فغتسمحوا لينا زلبتوا عليا بلي كومونتير بزاف الدراري، فدابا ما بقاش الوقت بزاف، غنحاولوا نشوفوا شي اتصال اخر وغنرجعوا مره اخرى لي كومونتير. غتسناونا باش ما تحرقوش لي كومونتير ديالكم، تسناوني حتى نقول لكم راه نقراو لي كومونتير باش اللي بغى شي كومونتير تقرا نقراو ليه. فنعيطوا مره اخرى دابا، نعيطوا لسي زكريا وهرا ولا وحرا، ما عرفتش بالضبط النطق السليم الاسم ديالك واعتذر الى غلطت. فنشوفوا واش الا كان تيشاهدنا الان في اللايف، نتمنى انه يستعد باش انه يشارك معنا، نتمنى انه يشارك معنا كما قلت لكم. فما تنساوش لي بارطاج الاخوان، ما تنساوش انكم تانفيتيو لي زامي ديالكم، لي بارطاج في لي جروب مهم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. معك سي زكريا، معك حمزه حركاني. مرحبا خويا. لاباس عليك؟ عيد مبارك سعيد اخويا. الله يحفظك علينا وعليك وعلى كل المشجعين والولادين. شكرا. راك دابا انت في البث المباشر، راك في اللايف، راه الكلمه ليك، فكاع اللي بغيتي تقولوا فمرحبا. اذا قدرتي تقول لنا شي اشاره بسيطه على رايك حول قضيه فالو فابريس، ما كانتش مزيان، ومن بعد تحدث لنا على المباراه ديال القط الكاميروني، فاليك الكلمه خويا. واخا خويا مرحبا. بالنسبه للقضيه ديال فالو فابريس اش غنقول لك، يعني تخلاو على الفريق في مرحله مهمه، ولكن عاوتاني ما نحاسبوهمش لان الاداره ما كانتش ناويه تسدد لهم، فقط
حتى الضغوطات ديال الجمهور والمدرب وحتى الظروف اللي خلات الكل اللي طالب التجديد ديالهم. حنا عارفين ان المستوى ديالهم نقص بزاف خصوصا فابريس اللي صار موسمين ما كيعطيش بشكل جيد، فارق ذات عليه الاصابات. داكشي علاش بغاو يمشيو يامنوا المستقبل ديالهم ما نلوموش. ولكن اللحظه اللي خلاو فيها الفريق رغم انه القانون ديال الكاف كيقول لك انك ضروري يعني ما كاين حتى شي مشكل باش تكمل مع الفريق والمجموعات ديالك رغم انه العقد ديالك يسالي، يعني شي حاجه غير مقبوله. وبقى الحال في الجمهور، ولكن الوداد ما كتوقفش على لاعب او جوج. الوداد نادي كبير كيف ما كانوا ان شاء الله ال 11 ديال القطن غادي فاعلين بالانتصار. فعلا السي زكريا. قراءتك اللقاء دابا، اختيارات اللي كتشوفها مناسبه لهذا الماتش، قول ما عندك. بالنسبه لمباراه القطن ان شاء الله القراءه ديالي بالنسبه للاختيارات غادي تكون 11 معروفه تقريبا، تغيير مركز ولا جوج في الدفاع غادي يكون رابح وحداث السعيدي، لان اعراب كان صرح المدرب بانه ما غاديش يدخل بسبب غياب التنافسيه. ظاهر الايمن نصير الايسر على ما اظن مرابط غالبا في ارتكاز كاين تما يعني النقاش، وغالبا كنفضل نبدا بنيدرو الصباحي وامامهم الكرسي او خضروف، شويه الميل الكرسي ولكن غالبا غيكون ميل الخضروف ولكن غالبا غيكون الكرسي. والامام كنقول اناجم الحداد وشوحات بشي كطاره الى تشافى كنفضل انه يدخل عارف بالاجواء الافريقيه. ما دخلش ان شاء الله كنتمنى بن شرقي يكون في الموعد، يكون كتسعود وهمي يكون ان شاء الله في الموعد ان شاء الله. بالنسبه للقراءات غنقول لك كنت كتبت البارح بانه من الاحسن ان ديك 20 دقيقه الاولى نشوفوا الاداء ديال فريق الخصم. غالبيه الخصم غادي يلعب الكل في الكل، ما عنده ما يخسر، يعني هو باغي غير 3 نقاط حفظ ماء الوجه ديال الفريق باكمله امام الجمهور ديالو. ما يمكنش انه يخسر 3 ماتشات في يعني متابعين في البلاد ديالو. ولكن عاوتاني كاين تقدر تكون سيف ذو حدين، يعني ممكن انه تكون مزيانه لينا وخايبه لينا. الهجم علينا اكبر عدد ديال اللاعبين ومع هاد الغيابات اللي كاينه في الدفاع خصوصا ممكن يتسجل علينا ولا شي حاجه. وممكن داك الدفاع ديالهم ان شاء الله يخلي الفراغات اللور، ان التنظيم الدفاعي ديالهم ناقص شويه. ممكن اننا نستغلوا داك سوق التنظيم اللي عندهم والهدف يجي من شي كره ملعوبه بشكل جميل، شي هجمه منظمه او شي هجمه مرتده، خصوصا اللي تلعب في الاطراف ونجيبوا الحداد اللي كنعرفوا انهم سريع في الكونتر اتاك. هادشي اللي كاين السي زكريا ياك. خويا هادشي اللي كاين. المهم حنا رساله للجمهور انهم باش يدعم اللاعبين، الدعم ديال اللاعبين السوداء بالغيابات. يعني الوداد راه لعبنا ضد الاهلي ناقصين تقريبا شي 3 العناصر صار 4، يعني وما بانش الفرق، بالعكس سيطرنا يعني طول المباراه. الوداد ديما تخاف على غير خارج الميدان لانه بقى ما متمكنش ديك الشخصيه الافريقيه، يعني الشخصيه ديال اللاعب خارج الميدان مازال كتاثر بالجمهور، مازال كتاثر بالظروف، رغم انه 2 تقريبا كنلعب بشكل متتالي، ولكن مازالها مع موت 3 مباريات متابعه ما شفنا ولا انتصار 3 الهزائم. الحمد لله تأهلنا بالهزيمه الاولى، ولكن الهزيمتين الثانيه والثالثه عقدات المأموريه ديالنا. التيشيرت يكون فارغ، يعني هذه فرصه مزيانه، يعني ما كاين لا تاثير ديال الجمهور لا والو، حتى الظروف ديال القطن ما مساعداش. كاين قريت على ما اظن كاين واحد الغياب ديال المدافع ديالهم هو الرئيسي تما ما كاينش. القطن غادي يلعبوا كيف ما كانت النتيجه هما صافي خرجوا، يعني ما غاديش يقدروا يديروا معاك مجهود يقدروا لا. شكرا سي زكريا، غتسمح لي كنتمناو شكرا ماشي مشكل خويا، ماشي مشكل ان شاء الله الرباح. متصلين جدد، شكرا لك على المشاركه. ما تنساش انك تدعمنا بلي بارطاج لهذا اللايف هذا اللي كتشوفوا الان على صفحه وداد كلوب.com. بارطاجي اللايف عافاك، انفيتي الدراري صحابك، وشكرا لك، وان شاء الله الحلقه مقبله ان شاء الله ومشاركه ان شاء الله. شكرا خويا حمزه. السلام عليكم. فشكرا سي زكريا، شكرا لجميع المتابعين. بعد لي كومونتير ديال الناس ديال من خارج الوطن،
فشنا بزاف الناس اللي من خارج الوطن متابعينا. شكرا جزيلا للناس اللي من فرنسا، الناس اللي من طاليان فهم متابعينا. شرف لينا وشرف كبير انكم تابعوني. ايضا عن الشخصيه ديالي سطور حمزه حركاني، بزاف الناس من خارج الوطن تصيفطوا لنا يعني رسائل تحفيزيه. شكرا بزاف لكم ولدعمكم لهذه الافكار هذه من صوت الجماهير اساسا. فما بقاش وقت كثير، غنحاولوا ناخذوا ارقام وشويه. ما عطيناكش كلمه السي سمير سمح فعلا، سمح لنا السي سمير. السي سميره مسكينه تحمل عناء تنقل من سيدي مومن حتى لهنايا المول في عين دياب. حاولنا نلقاو نقطه مشتركه بيناتنا، حتى واحد مسكين فينا ما موطوريزي، الله يجيب شي رزيق. نشكروه بزاف. نشوفوا سي يونس عافاك الا كنتي تشاهد اللايف الان، حبذا لو انك تجاوبنا على الاتصال. الو السلام عليكم سي يونس، لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. معك حمزه حركاني. حمزه خويا بخير؟ الحمد لله ربي يخليك. المهم دابا راك انت في اللايف مباشره، اتصلت بك بعلاقه بالمداخله ديالك، فلك الكلمه خويا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الجماهير الوداديه عامه. بالمناسبه اللقاء اللي غيجمعنا بالفريق الكاميروني هو ماتش صعيب، ماتش اللي غيحسم بزاف الامور. يعني الا كانت مباراه درنا مباراه ايجابيه في هذا اليوم هذا، كان نهار كبير عندنا حنايا. ان شاء الله كنتمناو 3 نقاط ولا غير يقدم واحد الاداء اللي غيشرف فريق الوداد الرياضي. ومباراه ماشي سهله، يعني كاين اكراهات بزاف، خصوصا غياب بعض اللاعبين المؤثرين. ساهموا دائما في الانتصارات، وخاصه الشيء الوحيد واللي متخوفين منه هو ان المدرب السي حسين عموشه يعني 3 خارجات او 4 خارجات الاخيره في افريقيا، يعني ما قدرش يعني يجاري الماتشات مع المدربين السابقين. يعني ولو نقطه واحده ما قدرش يحصل عليها. هذا هو التخوف الوحيد اللي عندنا من احصائيات من خلال الاحصائيات فعلا. يعني كما شفت لك من قبل ان يعني الاكراهات متعدده، ولكن في نفس الوقت حنا تنشوفوا بان الاحصائيات كتقول بان المدرب حسين عموته ما قدرش يجاري الماتشات خارج الديار. يعني هو لم يحصل على نقطه واحده، يعني 0 نقطه فعلا. وهذا الشيء هو اللي يعني كيأثر فينا حنا كجماهير، ولكن حنا في القلوب ديالنا ان شاء الله خصنا نكونوا ان شاء الله متفائلين. واخا عندنا ماتش صعيب بزاف، وكاين عاوتاني امل. حنا متشكرين بالامل. الامل اللي عندنا ان فريق ما عنده ما يلعب على والو. يعني فريق القطن الكاميروني خسر جميع الحظوظ ديالو، يعني 0 نقطه. المباراه الرابعه ان شاء الله، المباراه الرابعه هي اللي خاصها تكون حنا الخط ديالنا باش ندوزو ان شاء الله. المباراه الخامسه، يعني الدوره الخامسه من المجموعات حنا هو الخط ديالنا باش نتاهلوا، وعكس هما فريق يعني ما كيقلب على والو. نتمنى انهم يلعبوا بالاحتياطيين ديالهم ما يدخلوش. وكيبان لي عاوتاني باش حنا نزيدو نتفائلوا عاوتاني، ما كيبان لي ان الفريق هو فريق عادي، فريق اللي ما قدرش يحصل على ولو فوز واحد او تعادل. يعني 4 خسارات في هذه المجموعه هذه، يعني هو الحلقه الاضعف في هذه المجموعه هذه. وحنا الحمد لله يعني غير التخوف الوحيد اللي عندنا، احنا كثره الخرجات اللي خرجنا في افريقيا، يعني ما كناش كنجيبوا الانتصارات. يعني ما متعوديش حنا على خارج الديار نجيبوا نقاط ثلاث. يعني غالبا عندنا التعادل كنا كنجيبوا في طعم الفوز. فهمتك السي. شكرا. تسمح لي نقاطعك باش نعطيو فرصه اخرى، ما بقاش الوقت بزاف. اسمح لي بزاف السي يونس. شكرا لك بزاف، وما تنساش انك تبارطاجي اللايف اخويا. وشكرا ان شاء الله الحلقه مقبله ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا. نتمنوا الفوز ان شاء الله، الفريق الغالي ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم، الى اللقاء اخويا. سي سمير
اش بان لك في هذا الشيء لحد الان؟ نشوفوا شويه لي كومونتير ولا لا بلاش، بغينا نهضروا على واحد النقطه مهمه من ناحيه ارضيه الميدان، نقطتين مهمتين. اش بان لك في ارضيه الميدان، اكراه ديال ارضيه الميدان اللي موجود؟ حنا ماشي زعما تنحاولوا نبالغوا ولا تنكزاجيريو اننا نحاولوا نضخموا هذا المشكل ارضيه الميدان، لا، ارضيه الميدان صعب اللعب فيها وخاص الولاد يكون ذكي فيها. فارضيه الميدان غتكون اكراه، وكما قلنا تجاوزنا اكراه الخصاص، فاللاعبين اللي كاينين هما اللي غيلعبوا ان شاء الله بالموجود غيكون الرباح. غير هذه المساله ديال الاكراه ارضيه الميدان وكيفاش شي الاسلوب اللي يقدر يعتمدوا عموته في اللاعب ديالو باش يحاول انه ما يضرش بالارضيه. بالنسبه للحصه اللي كتكون قبل المباراه بيوم، هي اللي كتعطيك واحد 50% الى 70% كيفاش تقدر تواجه الصعوبه ديال الارضيه. كتم الدراسه ديالها بحيث لا من المدرب ولا من اللاعبين كيقوموا بواحد كتسمى واحد الدراسه للملعب، كيفاش غنلعبوا الكره في نهار الماتش. حتى المدرب كيعطي التعليمات بخصوص هذه النقطه، اللاعبين كياخذوا واحد الاستيعاب ديال هذه النقطه بحيث كيعرفوا كيفاش يلعبوا الكره ديالهم. نتمنوا خير ان شاء الله. كاينين عديدها اكراهات، ولكن ان شاء الله الوداد قادر تغلب على هذه الاكراهات. للاعبين اللي حاضرين مباراه كبيره غيجيبوا الربح ان شاء الله. بشكل يعني فني وتكتيكي شنو الخيارات الهجوميه على مستوى التنشيط الهجومي؟ واش مثلا يحاول انه يبني الهجمات من الخلف على الارض، ولا انه يلعب لاعب مباشر ويحاول يستغل؟ قمت بمشاهده فريق القطن وشفت باللي عنده واحد النقطه سلبيه اللي ممكن اننا نستغلها، واللي هي التباطؤ لا رباعي الدفاع ولا لاعبي الارتكاز في وسط الميدان. عندهم واحد البطء كبير، خصوصا الكابيتان ديالهم رقم 5 اللي هو فارع الطول، ولكن صراحه تقيل بواحد الكيفيه كبيره، غيكون غائب. اذا البديل ديالو غيكون اكثر منه. هادشي اللي نقدر نقول لك. هو اللي نورمالمون في الدفاع تيكون واقف وتيكون كيديريجي الدراري ويقول لهم كيفاش هذا لاحظتوا فيه، ولكن هو عنده واحد التشاقل. ولا حتى الرباعي كامل في الدفاع عندهم تشاقل. اللي كيوضح ذلك هو هدف ويليام جبور، كره كانت عرضيه من نصير وخرج ليها بواحد الطريقه ديفياها خضروف، هو ما كانش في هذيك البلاصه ولكن خرج لها قبل اللاعب واخا كان قريب عليه. وحتى كذلك جبور اللي كان بعد من البالون على المدافع كان قريب ليه، ولكن جبور دخل لها وخداها قبل منه واخا كان بعيد عليه. هنا كيبان باللي كاين واحد التشاقل بالنسبه للاعبين ديال القطن، وهنا خص يركز عموته على واحد النقطه، واحد التعليمات خص يعطيهم اللاعبين بان كل حامل الكره من طرف الوداد خاصو يقلب على المساحه اكثر ما يقلب على اللاعب الصديق ديالو، بحيث الناجم اللي كان حدايا وانا ونصير انني نقلب نعطيها ليه في المساحه اكثر ما نعطيها ليه هو. علاش؟ لان الارضيه بالصعوبه ديالها انني نكونترولي فيها لابا، تقدر تهرب ليا، تقدر ياخذوها. كاين عديدها اكراهات نقدر انا نلعب على المساحه، نعطي لا باس والنجم يجري ليها. كنتمنى النجم يقلب على ركله جزاء بطريقه ذكيه. شنو نقدر نقول؟ ما تشوفش ان اللاعب المباشر يقدر يصلح بزاف في هذه المقابله؟ لا، بالنسبه للاعب افريقي حنا كنعرفوه بالنسبه حيت استغلال الاكراه لارضيه الملعب صعيب انك تلعب كره على الارض، يعني غتولي مجبر انك تلعب. هو الا لاحظتي المباراه ديال زاناكو القطن عند القطن في الكاميرون، لاحظنا بان الملعب كارثي، ولكن راه فيه واحد الاماكن اللي من ناحيه الخبط ديال اللاعب يقدر يعرفهم من مجريات اللقاء، يعرف بلي البلاصه راه مزيانه قدر نلعب فيها لابال. ولا لاحظتي حتى الهدف ديال زاناكو في الدقائق الاخيره راه جاب 5 ضربات ديال زاناكو، راه جا من الجهه اليسرى ضربه 5 ديال الدقات وصلت الشبكه بشكل سريع. خاص اللاعبين انهم يقوموا بواحد الكره مهمه. كان شار في المداخله ديالو زكريا الزبيري اننا وهذه ما بغيتش نحرقها حيت النقاط اللي غنشير لهم ابتداء من الغد نلوح لكم بعض الامور تتهم الخصم ديالنا وكيفيه نستغلوهم. فاضافه الى التثاقل ديال الدفاع ديالو فاللي تيعيبوا انه تقريبا تيلعبوا ككتلتين. قط الكاميرون كيلعب ككتله للقدام وكتله للور، فدائما تلقى مساحه بين الخط الوسط ديالو والدفاع ديالو. فالاغلبيه الخصوم ديالو تيلعبوا على هذه النقطه، المساحه تمايا تيلعبوا الكره تمايا مباشره وتيحاولوا يلعبوا هجمه منظمه بسرعه من اللمسه الواحده. والوداد وغنعطيكم الفيديو، فاكبر ما يعاب عليه هو الفينيسيو اللي تيقتلها هو ذاك التثاقل وداك تعجال الكره كما تنقولوا بالدارجه. وكما قال واشار لها زكريا الزبيري، فإلا حاولنا نطلقوا كره بالزربه فغتكون فرص اكبر واسهل بكثير ان نضربوا الدفاع ديالو. وهذا الشيء اللي كان داروا الاهلي خاصه في الهدف الاول.
التمريره نحو اليمين كاين عبد الله السعيد بوحده مشى بها عطاها مباشره المؤمن زكريا بوحده عطاها الاغاي. الاهلي اعتمدوا على واحد الضغط كبير تجاه القطن، خصوصا في اتجاه الحارس ديالهم الاول. راه لا، الحارس الاول ديالهم فعلا راه مشى لاحد الدول الاسكندنافيه هرب لهم. صراحه احد النقاط ديال الضعف ديال القطن حاليا اللي هي نعم حراسه المرمى عند القطن، اللي ماشي ديك تقدر تضغط عليه تاخذ ليه لابال ولا شي تير مزيان راه ما يشد فيها حتى حاجه. ان شاء الله يكون الخير بالنسبه للوداد، ان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه. السي زكريا مره اخرى نتمنوا من السي زكريا يكون يشاهدنا، فتنحاولوا اننا نرضيو كاع الناس اللي اتصلوا بينا. في الاعلان كان على الشخصيه ديالي اساسا وتا وداد على صفحه ودادكلوب.com، ولكن يعني في الحلقات المقبله ان شاء الله سنحاول على التوسيع والتطوير صوت الجمهور اكثر باش اننا ناخذوا الماكسيموم ديال الاتصالات، ولما لا يكون انه بصفه اسبوعيه او بصفه دوريه اللي نحافظوا عليه بواحد الوقت محدد. هذا الشيء كامل راجع اساسا للدعم ديالكم وتشجيعكم للفكره، هي التي تضمن استمراريتها كما كان شكلها. نتمنى من سي زكريا يجاوبنا، نتسناو الرد ديالو. تنعتذروا كاع الناس اللي تطلبونا ان نتصلوا بهم حيث لا يمكن. سمحوا لنا بقى لنا نوامر ديال الاخوان اللي تواصلوا معنا يومين هذه حاليا المرور إعادة مخاطبكم لا يجيب حاليا. بقى لنا اتصال اخير غنمشيو عند السي اشرف شوفوا واش متاح. نشوفوا السي اشرف مجدوبي نتصلوا به. الحمد لله تيجونا اتصالات من مختلف العلبة الصوتية. هذه فرصة مزيانة باش اننا نشوفوا اتصالات اخرى. نمشيو عند الى ممكن تقرا لنا بعض التعاليق السي سمير. عندنا واحد السيد من العراق وكيقول لك باللي راه عراقي، تيقول لك كنتمنى بن شرقي. كيبان لي انايا فوكونت والله اعلم. المهم كاين ايوب الفاطمي، وتحيه لي الا كان حقيقه. ايوب الفاطمي خاص الوداد تلعب بخطه ديال 3-4-3 احسن خطه بلا ما نلعبوا بظاهر ايسر المرابط. بالنسبه لكريم بنزيما الوداد بدون جمهور كالجسد بدون الروح. فعلا الوداد نقطه ديال الضعف، النقطه ديال القوه حاليا ديال الوداد ديال الجمهور ديالها. كريم بنزيما ايضا كيقول مباراه ملغومه. الصنهاجي محمد كيقول عندهم وسط الميدان ضعيف. كاين عديد تعليقات. بالنسبه للمهدي عريف ممكن انه يتحمل مسؤوليه عدم تجديد عقدي من فابريس وفال في بدايه الموسم. هو المكتب المسير اللي قد رفض التجديد حينها، لكن قد باع عقديهما واستفاد ماديا. هنا الله اعلم، ما نقدرش نقولوا باللي باعوا العقد ديالهم، الله اعلم. ابو الوفاء عمر ارضيات الملعب كارثيه على الوداد، استغلال ضربات الاخطاء والركنيات. ان شاء الله عمر ودادي ان شاء الله يكون خير. عثمان خليل خاصنا لا غرينتا وغنربحوا ان شاء الله بلا جبور بلا فابريس، كونوا رجال. وي هذا تعليق صحيح. كما أكرر مرة أخرى أن نجاح هذا البرنامج واستمرارية ديالو اللي هو برنامج على الانترنت فقط فهو كامل يعود لكم أساسا، يعود لكم. المغربية مرحبا السي توفيق. حنا غير من وجه يعني حيت بزاف تعرف انت الفيسبوك تكونوا يعني حسابات مزورة بشكل كبير جدا، لذلك قلنا ديك العبارة. فكما أذكر أن الاستمرار تحية لك اخ احمد وتحيه لكاع لاي ودادي واي عاشق لنادي الوداد في كل ربوع العالم هذا. كاع حنا دابا تخطينا المغرب وين تنقولوا العالم كامل. فكما قلت لكم استمراريه هذا البرنامج هذا ونجاحه غيعود لكم انتم. فاساسا تنحتاجوا تعاون الصفحات، فمن الصفحات القليله اللي عبروا على التعاون ديالهم فودادكلوب.com اللي عرضنا عليهم الفكره وما تواناوش انهم يقول لك ماشي مشكل ديرها. فالشكر جزيل لهذه الصفحه هذه اللي عطاتنا منصه في بدايه الامر انني نعرف الاعمال ديالي ونشرها، وايضا باش ان هذا البرنامج هذا يوصلكم اللي ما تعرفوش. كان معكم حمزه حركاني، السي سمير
فاللي تعرفني واللي قبل ما تعرفنيش فعندي صفحه شخصيه سطور حمزه حركاني، تنعتذر الناس اللي ودات كلوب بوان كوم انني تندير الاشهار راسي. فغناخذ نمره وحده، فدابا اللي غيسبق والاول اللي غيلوح النمره غنعيط ليه. دابا بقات لينا ناخذ نمره ديال 5 دقائق، فاللي بغى يشارك دابا اول نمره غتطلع عند سمير هنايا ماشي هنايا، غتطلع عليه غنعيط ليه. وهي باش غنختموا ان شاء الله هذا اللايف هذا ديال اليوم، فاللي بغى يشارك فاللي يسبق هو اللي غنعيط ليه. واعتذر كاع الناس اللي ما شدش لنا الخط، اعتذر كاع الناس اللي ما جاوبونيش، ما عرفتش انا نورمو علمتهم بالوقت ولكن ما جاوبونيش في اثناء الاتصال. خويا وداد الامه اسمح لينا خويا، عندي غير رشارج ديال انوي وهذه المغرب ناسيونال، ما عنديش انترناسيونال، اعتذر بشده. خويا وداد الامه شرف لينا انكم تتابعونا من خارج الوطن، ولكن اسمح لي بزاف 24 ديال رشيد طلع. نشوفوا رشيد العاوني هو الاول. سبقكم 06 24 75 هو داير اون بيبليك، ولكن حنايا باش ما نسماوش حتى حنايا زعما. المهم السي رشيد انت تتشاهدنا، ودابا حنايا غنتصلوا بك اخر اتصال باش نختموا هذه الحلقه هذه. تاسفوا الناس اللي كتبوا النوامر ديالها راه ماشي. انا نعيط واخا بلاتي تسنى معنا وداد الامه واحد دقيقه نتصلوا بالسي رشيد، ومن بعد اننا نعطيوك النمره ديالنا تتصلوا بين. الو السلام عليكم. الو السي رشيد. الو السلام عليكم. الو ما شدش الخط، عطيني النمره الثانيه. 06 23 38 سميتو المهدي. اتصلوا شوفوا الناس. الو السلام عليكم. والله يبارك فيك، عيد مبارك سعيد وتحيه ليك. الحمد لله. المهدي السي المهدي شكرا ليك. دابا راك من قبيله متبع على المباشر، راك دابا انت على المباشر ومرحبا بك. الكلمه لك دابا اللي بغيتي تعبر به فمرحبا. واخا بالنسبه لهذاك الكومنتير اللي كنت داير قلت فيه ان الرئيس الناصري كان بامكانه يدير العام اللي داز، فاش عرف بان راه الكونترا ديال فالو وفابريس القرب التالي كان ديك الساعه يحاول يجدد لهم، في حال الا ما بغاوش ديك الساعه يبيعهم ويستافد منهم ماديا، ما يخليش شاد هذا الوقيته. هذا هو الغلط اللي دار. اما بالنسبه لهاد الوقيته هذه راه صعيب انه يدخل شي واحد، كان يقدر يدخل شي واحد في هذيك الوقيته فاش يبيعهم ويستافد منهم ماديا وحتى بشريا باش يعمل البلاصه ديالهم، فهمتيني؟ ملي غيعمل البلاصه ديالهم كنا اكشيرمون غادي نستافدوا منهم، ما غاديش نضيعوا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما نساوش ان الناصري مهما دار دار شويه زوين، واخا ديك الاغلاط راه كيتعلم. وحاجه اخرى انه هو رجل سياسه، يعني هو اول حاجه. انا بالنسبه للراي الشخصي ديالي راه كنظن بانه راه غادي يمشي بالبلاد مزيان. علاش؟ يمشي بيان البلاصه ديالو، لانه ملي غادي يوصل يتزوج معه بالالقاب وداك الشيء راه غادي ينسحب. ملي غادي ينسحب هذاك الجمهور ديال البلاد هو اللي غادي يساعدو باش ياخذ المنصب السياسي ديالو. والله اعلم، هذه وجهه نظر ديال التخمين. يعني ما غاديش يدير شي حاجه حليله غتقدر تضرب البلاد، لان هذا الشيء اللي ضرب البلاد غيضرب السمعه ديالو كسياسي. هادشي اللي بغيت نقول عنه. شكرا السي المهدي، وتمنينا زعما كنا كان وقت اكثر اننا نعطيكم مداخله بشكل مستفيض اكثر. شكرا لك على تواصلك، نتمنوا انكم تدعموا الفكره ديال هذا اللايف هذا البسيط وهذا البرنامج البسيط ان شاء الله. وشكرا بزاف وتحيه لك وعيد مبارك سعيد. الى اللقاء. فغنعطيو النمره للسي اخر، تعطلنا بزاف ومازال تابعنا، وكان غنعطيو ولاد الامه النمره ديالنا. ما عرفتش شنو غنجبدها لك بلاتي حيت انا براسي ما عرفتش. ولاد الامه بقى معايا باش نعطيوك انك سيدي تواصل معنا.
خرجت لي بلي الا ممكن انك تعطيها لينا. ها انت السي وداد الامه، انا نعطيك دابا 33 لا هي 34 54. نكتب لي بالنيجاتيف ديريكت باش 33 83 34. المهم ها انت وداد الامه، هاي النمره. حاول ما امكن شي واحد ما يعيط، يخليو فرصه لذاك السيد اللي من برا انه يعيط لينا وباش نختموا به، لانه الح وحشومه اننا ما نقولوا ليه لا. ومن الخارج انا سيدي غنتسنى الاتصال ديالك النمره، حتى واحد ما يزاحموا الدراري من هنايا ويحاول يتصل بينا. خليو الفرصه للسيد انه يتصل باش نختموا به. فتحنا الحال شويه ولكن ماشي مشكل، نتسناو الاتصال ديالك. نبقاو مجمعين شويه، نقراو شويه التعليقات. نتمنى انه بعدا ولاد امه يبقى يكون مازال تيشوف فينا باش انه يكون شاف الميساج باش يتصل بينا. يمكن لك تدخل لايف من عندك باش هو دابا. الو السلام عليكم. الو اهلا باس عليك. الحمد لله، عيد مبارك سعيد اخويا، وتحيه ليك وتحيه لكاع الناس اللي في الخارج. قول لي بعدا من اين دوله بعدا؟ انا اخويا انا في كندا في فانكوفر. اخويا تحيه ليك، وزعما فخر لينا اننا نستقبلوا اتصال من كندا. يعني بعدنا بزاف شويه، هربنا. شوف اخويا تبارك الله عليكم. شوف انا راه ولادي الكبير كما كنقول. انا متبع الوداد النهار اللي خرجنا من كرشمونا الحمد لله. هذه الفرقه هذه هي عندنا فوق راسنا وعينينا. هذا الماتش هذا ماتش كبير. خاص الوداد كما مشينا 92 مشينا لابيجو كنا خاسرين 3 ورجعنا 3-1 وربحنا في الرجوع 2-0 وصلنا للفينال. راه بحال هكا الدراري خاصو يشوفوا هذا الماتش. ما بقاش هذا عيدخل هذا كيفاش غيلعب هذا شو خاصنا ندخلوا، خاص يجيبوا 3 بوان وديك الساعه تبدا هضره اخرى. هذا ماتش كبير. عندك الصح. اللي كاين اخويا حنا خاص اللي دخل يقضي. وهذا هو الاصل فعلا. ماشي بالشرقي، لا ماشي الحداد، لا ماشي أناس. اللي دخل خاصو يقضي، خاص 3 بوان شي فعلا. الو للاسف انقطع الخط. وقيل قطع الخط من عندك، اسمح لينا بزاف وشكرا على المداخله ديالك. لينا شرف ان نتواصلوا مع ناس من برا، ولينا شرف ايضا نتواصلوا مع ناس اللي حاضرين تاريخ كبير ديال النادي ديالنا، وداديين قدام ولا من اي نادي اخر. فشكرا لك، شكرا. مثلا مره اخرى اسمح لينا تقطع لك الخط. لا اخويا ماشي مشكل، راه مره كيتقطع التليفون ماشي مشكل. قلت لك اخويا ان شاء الله نجيبوا الرباح. هذا ماتش كبير وتفرحنا الحميره ان شاء الله. بنتي زادت اخويا الله العظيم وداد بكثره الحب ديال الفرقات. زدنا في المدينه القديمه، خرجنا من البلاد اخويا، خرج 20 عام من البلاد. 20 عام ما عمرني لحد اليوم هذا راه ما عمرني درت شي الماتش الاخر ديال الوداد والرجاء حتى نهار الجمعه مع الصباح 22 ساعه باش كنوصلوا للمغرب. والحمد لله مشيت الجمعه لحد الصباح وصلت ضربناهم وجبت معايا التوني ديال الحداد. راه انا كنت مريح في الكريبيل خارج الحداد ويلوحوا ليا. والله الا واحد النهار اخويا الحمد لله بعدا داز فيه الخير، كان فيه انتصار وكان فيه الحمد لله انك مشيتي بالتوني ديال داك الديربي اللي تربح فيه. شوف دابا راه الدراري كيسمعوا والدراري ولاد الدار كيعرفوني مزيان سفيان. والله العظيم مع هبط يموت قالوا لي والله تاع الربحوا. سبحان الله العظيم كيما كنهبط كنربح.
لا اله الا الله. وان شاء الله نهار هذا الماتش هذا نربحوا فيه اخويا. راه كنهضر ودادي كثير، واش فهمتي؟ راه شوف باينه غير من النبره. شوف ما تحتاجش انك تبرر، فمن النبره ديال ان الانسان كيتهضر فذلك يعكس الكثير والكثير، فما تحتاج انك تبرر. الله يرحم لكم الوالدين وانتم تبارك الله عليكم، عرفتي هادشي اللي كديروا راه شي حاجه كما اللي شوف راه ما نقدرش نقول لكم داك الشيء اللي نعبر عليه، داك الشيء اللي كديروا تبارك الله عليكم، الله يسهل عليكم. شكرا بزاف والله، شكرا بزاف على هذا التحفيز هذا، هذه الكلمات الرائعه ديالك هي اللي غتخلينا ان شاء الله نكملوا في هذا الشيء. شكرا لك بزاف على تواصلك. غتسمح لي واسمح لي بزاف حيت خاصنا نقطعوا مازال متابعين الطريق، يلاه نقلبوا حنا الترونسبور بوبليك. غتسمح لي بزاف. شكرا لك، شكرا بزاف على تواصلك. شكرا لكاع الناس اللي في كندا، كاع الناس اللي في كاع جميع انحاء العالم اللي تابعونا اليوم وحاولوا يتواصلوا معنا. سمحوا لينا. فسي سفيان اسف قطع الخط. شكرا لك بزاف، شكرا لكاع الناس اللي شافونا، حتى الناس المغاربه شكرا لكم جزيلا على المتابعه ديالكم. نوصلوا لنهايه الفيديو الان، او نهايه الحلقه الثالثه من صوت الجماهير اللي شرفني فيها السي سمير، ونحاول ان شاء الله الحلقه المقبله يكون معايا هو نيت، باضافه الى كانوا ناس اخرين انهم يمكن لنا يجيو معنا حتى هما. شكرا بزاف، وشكر خاص لصفحه الوداد كلوب.com على تعاونهم. كان معكم حمزه حركاني، راه الصفحه ديالي سطور حمزه حركاني اللي بغات يتبع التحليلات ديالي. سمير ايضا من ان شاء الله حتى هو غيكون عنده شان كبير وغتنتظروا حتى هو ان شاء الله في التحليل، ومقالات رائعه نشرتها عندي في الصفحه اللي ديالو، ونتمنى ليه ايضا مسيره موفقه. غتسمح لي ما نعطيكش كلمه اخيره. هذه هي كلمه ديالنا وبغينا نربح ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق نادي الوداد. شكرا لكل من تابع، شكرا لكل من شجع، شكرا لكل من دعم. ان شاء الله بهذا الشيء تلقينا خاصه الاتصال الاخير من الناس ديال برا تيشجعونا، غتكون حلقه رابعه في القريب العاجل ان شاء الله، ولما لا من وراء مباراه القطر الكاميروني. الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله.